استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري الدكتور يوسف بالمهدي مساء اليوم السبت 16 من ماي 2026 الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس الخليفة العام للفيضة التيجانية بالسنغال، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجزائرية في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الدينية والروحية بين الجزائر والسنغال. وشكل هذا اللقاء فرصة لتبادل النقاش حول سبل تطوير التعاون في مجال الشأن الديني إلى جانب دعم الروابط العلمية والثقافية بين البلدين. وأكد الوزير الجزائري في تصريح لوسائل الإعلام أن الجزائر تواصل جهودها في توطيد علاقاتها مع المؤسسات الدينية والعلمية بالقارة الإفريقية، مشيداً بالدور الكبير الذي يقوم به الشيخ محمد الماحي نياس في خدمة الإسلام ونشر القيم الإسلامية في إفريقيا. من جانبه، عبر الشيخ محمد الماحي إبراهيم نياس عن سعادته الكبيرة بزيارة الجزائر، مثنياً على حفاوة الاستقبال وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الجزائري والسنغالي، كما أشاد بمكانة الجزائر الدينية والعلمية ودورها في نشر اللغة العربية وخدمة الإسلام في القارة الإفريقية. وفي ختام اللقاء، قدم وزير الشؤون الدينية والأوقاف هدية رمزية لضيف الجزائر تمثلت في نسختين من المصحف الشريف طبعتا برعاية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهما مصحف رودوسي التاريخي ومصحف الجزائر بطريقة برايل برواية ورش.